منتابع حلقتنا الليلة من طرب، وبهالقسم تنضم لنا صحفية توزع نشاطها بين بيروت والقاهرة، وواكبت أهم الأعمال الفنية لسنوات، وتابعت أعمال أهم المطربين، وأجرت مع كتار منهم حوارات صحفية. أهلا وسهلا بالصحفية ابتسام غنيم. أهلا فيك أستاذ شرفتينا. مروان، ميرسي. أهلا بضيوفك الكرام. ابتسام، اليوم عم نحتفل بالأغنية الشعبية. في ناس بيعتبروا أنه الأغنية الشعبية هي عمرها قصير أو أغنية بتقطع دغري، نحن اليوم عم نكتشف العكس. طبعا أنت شو رأيك؟ أكيد عمرها مش قصير، بدليل لما قلت لي هلا أغنية شعبية رجع لذهن الناس أنا ما كنت مواكبتهم، بس أنا ربيت على أغانيهم مثل العزبي، قنديل، رشدي. مين بينسى بهية، مين بينسى عنابي لكارم محمود. كان بهداك الوقت كان في صناعة للأغنية الشعبية، لأنها بتخاطب الوجدان، بتخاطب المشاعر، بتذكرنا بالأصالة بعبق الحارة، حتى لحد ما إجا سيد الأغنية الشعبية اللي هو أستاذ أحمد عدوية. كان بدي أسألك وطور شو أضاف بالضبط؟ وطور. حقول لك شو أضاف. أستاذ أحمد أول شيء اختلف عن الرواد اللي سبقوه، يعني طبعا الجهابزي والأساطين، إنه خاطب كافة شرائح المجتمع، كان لسان حال الشعب، كان يحكي نبض الشارع. حتى أغنياته أستاذ مرواني اللي تقدمها بالفيلم بأي فيلم سينما لم تكن أغنيات عادية، كان فيها رسائل مبطنة وإسقاطات سياسية. يعني مثلا أغنية زحمة يا دنيا زحمة، صح. مولد وصاحبه غايب، هيدي لحالها إسقاط سياسي. العالم العربي بعجقة وأين الحاكم، حبة فوق حبة تحت، ناس اللي فوق ما تبصوا على اللي تحت. نحن شفناها بالفاتنة والصعلوك. ايوه صح. بس هي مش لميرفت امين، كان هو عم بقول للاغنياء. بس بدي اقول لك شغله، انه بثوره 77 ثوره الخبز، ايوه صح، عمل بنت السلطان. كلنا كنا مفكرين انه اغنيه بفيلم لسهير رمزي. حتى بالموال استاذ مروان بدي اقول لك انه هو عبر عن الكبت النفسي والاجتماعي، لانه مواله كان جارح، وخصوصا موال راحوا الحبايب. حلو اللي عم بتقوليه، يعني كأنه عم بتقولي في كود او شفره معينه هي بتوصل للشعبي. طبعا. يعني وقت تحكي عن اشياء مكبوته احيانا ما بينحكى عنها، طبعا. مع انه بتتعرض الاغنيه الشعبيه يعني بوقتها احيانا لانتقاد او جدل. اليوم انا من الناس اللي بنتقدها، لانه لما بتشوف فيلم سينما وبتشوف اغنيه تحتوي على ابتذال واسفاف، هون طيب. المنتج عم يستخدم هالاغنيه لجذب الجمهور ليحضر فيلمه، عم يظهر المشاهد عقله كلها اغاني بلا طعمه، على عكس وقت عدويه. انا اكيد من هالشيء، بس ممكن تتصوري مع الوقت ومع السوشيال ميديا انه هلا على اغاني عم نعترض عليها بكره تصير مفردات مقبوله؟ لا، إذا الرقابة بتتحرك والإعلام النظيف بيوقف وقفته أكيد لا. نحن وقت بنقول شعبي ابتسام بنروح على إطار ثاني، إنه الشعبي اللي كثير شارعي، وهيدا اللي عم بتقوليه مزبوط، لأنه كل هالكبار هودي قدموا شعبي. سيد درويش قدم شعبي طبعا. اهو ده اللي كان، اهو ده اللي جرى. كل الاغاني. وزوروني كل سنه مره عادتها الست فيروز. ايوه صحيح. بليغ حمدي باللحن يمكن مش بالمواضيع، على رمش قدم الشعبي، غناها وديع الصافي. وللاسف قدمت فيما بعد بفيلم بطريقه كثير بشعه. وهيدي غنيه لوديع الصافي لحن بليغ حمدي بفيلم نار الشوق. صحيح، معك حق، صحيح. هون صار الاسفاف بحد ذاته. انا بعتبر انه هيدي موجه لتدمير الاغنيه الشعبيه، بعد ما في كثير كبار ساهموا بصناعتها. الاغنيه الشعبيه ما بتموت استاذ مروان ابدا. انا معك 100%. المشكله ابتسام هو بالثقافه العامه.